شرسه جدا جدا، اللي مفادها وسببها والاصل نتاعها تثبت فيها قناه الحوار اللي انا كنت نخدم فيها وكليت معهم الماء وملح وبيناتنا عشره. اللي يهمني في هذا كله هو جمهوري، الناس اللي تحبني، الناس اللي تعرفني، الناس اللي تعرفني سنين، الناس اللي تعرفني من قريب من بعيد، الناس اللي عرفتني جدد من خلال الخدمه اللي انا قاعد نخدم فيها او من خلال القناه اللي انا قاعد نتشاف فيها كل اسبوع. اللي يهمني هو الناس هذوكم قاعدوا مشخشبين، زعما فوزي يعملها العمله هذيك، زعما ما يعملهاش، زعما شنو الحكايه اصلا. والخايف في هذايا اللي سبحان الله رب العالمين، يعني يجي ابسط الاشياء. انت لما تقف قدام قاضي وانت متهم، القاضي يسمعكم الزوز ومن بعد ما يسمعكم الزوز يحكم عليكم الزوز، مش تسمع من طرف واحد ومن بعد تمشيوا يعني تقولوا اللي تحبوه انتم وتقولوا اللي يعني يتخيل لكم في بالكم. الصوره تو اللي تسوقت في بال الناس اللي فوزي بن قمره اعتدى بالعنف على صحفي. طيب انا الحق كيفاش نقولها استاذ نوفل، يعني الناس هذوما نعذرهم، عندهم ألف حق، منهم صحفيين برشا انواع، منهم الصحفيين النزهاء اصحاب الاخلاق العاليه اللي يعرفوني اصلا واتصلوا بيا وقعدوا باهتين في الخبر، لكن الاخرين تصدموا، جاتهم الواقعه قالوا فوزي بن قمره اضرب باهي. انا نحب نعم، لانه سمعنا محاميه القناه قالت العنف مثبت والصحفيه كتبت العنف صار وهذا مثبت وتعدت، هذاك علاش الناس بداوا يستعملوا في العنف كامر واقع. عندهم ألف حق. انا جيت هنا اليوم باش نوضح شيء مهم جدا، حاجتين اللي باش نوضح اعلاميا، باش نقول ناخذ حقي اعلاميا وباش ناخذ حقي قضائيا. القضيه عند المحامي وهو باش يتكلف بالقضيه من اولها لاخرها، ونشوفوا اذا كان ثبت اضرار وثبت عنف لهم الحق ولا الحق في ذلك، واذا كان انا لم يثبت عني ضرر ولا عنف، ومن بعد الكلمه لشكون باش تكون؟ القضاء والا الناس هي اللي تحكم على اخلاقي انا ولا اخلاق البنيه اللي يعني انت علاش باش ترفع قضيه فوز؟ نعم. شنو السبب اللي يخليك باش ترفع قضيه؟ اللي تشوه سمعتي بالكذب. تشوه سمعتي وتشوه سمعه اولادي وسمعه يعني عائلتي اللي في تونس واللي خارج تونس، حتى من عائلتي، اخوتي، ولاد اخوتي، ولاد عائلتي، الناس الكل. يعني كارير نتاع 30 سنه اخي نوفل، كارير نتاع 30 سنه والناس تعرفني وتعرف اخلاقي. 30 سنه انا كنت في المزود، كنت صوره، كنت مدير في المزود، الناس يقولوا فوزي بن قمره المزود ارتفع له وعلاه وردوا في مستوى عالي، وما عملش وما ضربتش وما عملش قضيه نتاعهم. نجي اليوم في 2018 او 2019 ونقوم بقضيه كيما هذه، ماهوش باش نعمل عمله كيما هذه، مش معقول. فالامر موكول للقضاء باذن الله السامع عليه ان شاء الله. والكل اللي صار كله اللي سمعته كله الكل اخ نوفل كذب. نقول لك انا كيفاش كذب. بالله عليك يا اخي نوفل، يجي واحد صحفي ويخرج بيان كذب، تقوم الحوار تهبط بيان في احنا استغنينا على خدمات فوزي بن قمره. يا رسول الله يجيكم واحد من النقابه تقوم الناس كل تترعش، تقوم الناس كل ترعش بالخوف. علاش عندكم؟ ما لقيتوا حتى حد كبش في يديه كان انا؟ علاش واحد من النقابه جيتوا كلكم قمتوا وجزعتوا وحطيتوا لي انا في الواجهه واستدليته وشفته وشفنا الناس كل؟ يا رسول الله المحاميه نتاع قناه الحوار ادلت موزايك، شفنا الفيديو. نعم ادلت، نجيك بشوي بشوي، ادلت بحوار القناه الراديو موزايك وانا سمعتها. بالله تم المكافحه. مكافحه شنو؟ يا رسول الله مكافحه تجي قدام قاضي، ومكافحه على الاقل تجي قدام ممثل قانوني للقناه. مكافحه تاع شنو؟ هل عندكم شيء يثبت رسمي اللي انا تكافحت معاكم واعطيتوني ورقه قرار رسمي مصح فيه انا؟ وقتك نقول انا ما كافحتونيش، تقول لي لا هاي المكافحه اللي تمت رسميه وهاي تصحيحتك. اما ما تمتش مكافحه. شنو اللي تم؟ قعدنا جلسنا في البيرو نتاع الاخ المنتج ومع الاخ المعد ومع البنت وحكينا وطرحنا الموضوع عرضا وصار اشكال. شنو الاشكال؟ صحنا لبعضنا تشنجنا، وهذا يصير في الخدمه ويصير منذ 3 سنين. نوفل كم انا معاك عامين، قداش من مره تخاصمنا وقداش من مره اختلفنا في برشا مواضيع مع زملائي مع التقنيين اللي معاك،
وتوفى الحكايه وتقعد غاديك ما تخرجش لبرا وتوصل للدرجه هذه. علاش؟ شنو اللي صار؟ علاش انتم الغايه نتاعكم تحبوا تخرجوني انا من الباب الصغير؟ علاش؟ نسيتوا اللي انا كنت عنصر بارز في امور جديه، وكنت عنصر بارز في بكل تواضع، وكنت على لسانكم وعلى لسان صاحب القناه، وكنت ساهمت في امور جديه في نجاحها وكانت من الاولى، وهي اللي عرفت بالشركه نتاعكم. تو اليوم تجيو تحبوا تخرجوني من الباب الصغيره. حاجه اخرى، انا نحب حاجتين تثبتوهم لي. نحب تثبتوا لي الجلسه اللي انا قعدنا انتم مكافحه شنو؟ نعاود لكم حتى مكافحه قعدنا وحكينا وتبوسنا بالافلام وتعارقنا وحكينا في الموضوع ايش باش نقدموا غدوه، باش نجيبوا فرقه، ايش باش نقدموا، ايش باش نحكيوا، شنو اللي فان، شنو الكذا، شنو الحلقه الجايه وخرجنا وتعانقنا وخرجنا لاباس. ما راني من غدوك الا ونشوف في الاكاذيب والشيء على على التواصل الاجتماعي والتلفز والراديوات. يا رسول الله، يا رسول الله، كانت عشرة بيناتنا وكانت مودة وكانت محبة. حتى واحد من أصحابي ولا واحد من المجموعة اللي معايا باش يدل باش يقول كلمة خير تنحيوها في المونتاج. يا رسول الله، شنو؟ اي واحد من أصحابي باش يتكلم يقول كلمة حق كلمة خير تنحيوها في المونتاج. يا رسول الله، علاش؟ نعم عندي برشا أدلات سوف استدل بهم ان شاء الله باذن الله السميع العليم. علاش تحبوا تخرجوني من باب الصغير؟ علاش؟ عندكم انا نتحداكم جيبوا لي قرار المكافحه. يا رسول الله، جيبوا لي قرار مكافحه وقولوا اللي انتم كافحتوني بامور رسميه، ووريوني ما يثبت لي انا عنفت البنيه، ضربتها بالبونيه ولا ضربتها بالمشط ولا شنو اللغه هذه، وريوني ما يسالش، خلينا نرتاحوا الناس الكل. اما كلام المحامي قالت شوف في موزايك سونيا الدهماني قالت شفنا الفيديو وثبت. وين هو؟ انا سالتها قلت لها يا استاذه انت شفت الواحد؟ قالت لي انا ما شفتش. كيفاش تستدل بشهاده في الراديو وتقول ما شفتش؟ مع ثقتي في مع احترامي لها وثقتي لها الكبيره برشا في موزايك، مع في حصه النجوم هي اللي قالت ثبت العنف، وسالها الهادي قال ثبت العنف، قالت ثبت العنف. كي سالتها انا قلت لها اعطيني الفيديو خلينا نشوفه، قالت لي الفيديو موجود عند صاحب القناه. اي اعطيني خلينا نشوف انا روحي انا كيفاش عملت العنف. قالت لي انا ما شفتش. قلت لها هكا هل معقول انت ما شفتش وسمعتك انا في الراديو قلت انت يعني ثبت العنف؟ تو معقول هذه اخ نوفل؟ حتى الصحفيه كتبت العنف صار وهذا مثبت في المكافحه اللي صارت. استعرف تقصد فوزي واستعرف اللي انا ما غلطتش معاه وانه الاعتداء كان مجاني. لا اله الا الله، بالله سامحني اخ رؤوف، تو طفله قاعده مجاني، طفله صحفيه وتبكي وطفله ممتازه ومتخلقه ومستوى عالي وصحفيه كذا. اي نجي انا من دون البنات اللي موجودين غاديك الكل، من دون زملائي ومن دون المجموعه اللي غادي موجوده من تقنيين من جمهور، نجي نتبلع البنيه نضربها هكا مجاني. تو بربي صدقهم، تو شكون صدقهم؟ تو بربي شكون يصدق؟ هكا مجاني والبنيه تحترمني وسي فوزي سي فوزي سي فوزي. ما يهمناش في العنف مجاني ولا مش مجاني، المهم صار مثلا خلينا نشوفوا هي حكيت نهار الاربعاء بالتفاصيل ونشوفوا واش حكيت ومن بعد نشوفوا رايك. هي تقول عنف مثبت وانت تقول لم يحدث عنف. نشوفوا مع بعض. حكيت انا وعلي مانيش على سي فوزي بن قمره بالكل، حكينا جيت فتفد ليك هيا علي قصه شنو باش نتعداو لحاجه اخرى. خرجنا 5 مينوت بوز عاديه كيفاش تقص عليا مش عاجبها وكلام، خاطر العباد الكل في بالي باش نقولوا الكلام ما نقولوش خاطر كلام ما يتقالش. ما جاوبتوش بيان سور، بكيت حسيتها خاطر كمان قلت بون توا ولا تتيح قدر معناها فهمت. اما انا عندي حاجه بتو نبعث رابور ولا ميل لعروفاتي، جا باش يعتذر قلت لهم لا سي بون نرجعوا نكملوا تورناجنا نخدموا. وفات الحكايه رجعنا صورنا، انا نسيتها جمله معناها. من بعد هيك كملنا 3 متاع الصباح في الكهرباء في الباركينغ نستناو في الريجيسور باش يجينا. اخي نراو فيا كان جاني من باب الكهرباء اليسار على الباب قال لي انت باش تبعث ميل هكا وهكا. قلت له لاباس سي فوزي؟ قال كلام اخر ما يتقالش. هنا تتمسني خاطر تتمس العائله. باهي قلت له انت تسب لي امي مثلا وانا نحب نخرج من الكهرباء دزني وكاو ما نحبش نحكي عليه خاطر انسان ما نحب نتذكرها معناها. جيت الطفله اللي في الكهرباء ما نحبش نذكر اسامي هبطت وتجبد فيه تقول له سيبها معناها شنو هو هذا. انا قال كلمه اخرى نتاع مازال باش يتطور العنف معناها. انا حاجه برك عملت جوست عملت هكا وجهي باش ما تجينيش حتى ضربه في وجهي ومن بعد كلابات ما لقيتوش هكا. وهذاك شنو نذكر معناها كي
كي شدوا الاولاد ومشي. هذا اهم الكلام اللي قلته. كلام ما يتقالش، ما نحبش نعاودوا. انتم الكلام تقولوا فيه في الكواليس انت من اللي سمعته انت. هذا كان سمعت عنف. شنو تو باش تقولي لي تو انتم باش تقولوا لي زعما اللي خطيكم؟ الكلام اللي تسمع فيه انت واللي نسمع فيه انا ما عندك، واللي بشهاده كريم الغربي سمعتك قلت لي وانا قاعد نبدل في حوايجي يا بنتي يهديك يصلح حالك، ومع هذا سامحنا وتغاضينا. يا اخي كي تشنجنا مثلا ولا حكينا كي بالساعه ولا حكينا كذا وانت سمعتني اللي تحب انت تسمى يعني وحشمت ما حبيتش تقول حتى شيء خاطر كلام ما يتقالش. دونك هو صار تشنج نتاع خدمه نوفل. لا نعرف التشنج نتاع انت قلت سامحني ونقول لك حاجه نوفل خويا، راهو اللي صار تاع شنو السبب نتاعو؟ اللي صار انا كي نقول حاجه في الخدمه تتنحى لي مثلا ولا تتقص مانيش فاهم علاش، مش بحاجه الكل. اللي صار نهارتها ثم موضوع تحل نهارتها. المعد نتاع البرنامج طلب منا موضوع، شنو الموضوع؟ الموضوع بمساس بجهات معينه كبيره في تونس في موضوع حساس للغايه، فاحنا رفضنا حتى علاء قالوا لا هذا كله انا ما ندخلش فيه. سمعتها وضح لنا فوزي شنو طلب؟ لا ما نوضحلكش، لا احنا ما نوضحلكش شيء، ما نوضح لك كل شيء موثق، كل شيء موجود. قلنا موضوع حساس للحديث بقيه، من بعد ان شاء الله نحكيو فيه في ربما في نهار اخر الله اعلم. اما هاو التوتر اللي موجود صار التوتر على الحكايه دوك ما كاين توتر كبير في الكواليس وضغط نتاع خدمه 10 سوايع 8 سوايع نتاع خدمه. شنو تحب ينجر عنه؟ ينجر عنه غش. اما باش نوصلوا للعنف كما ولا الفاظ بذيئه بصراحه تو انت كنت تعنق وتبوس وتقول كي بابا وكي خويا الكبير اي، وتو نجي انا هكا نتلفظ لك بالفاظ سيئه ومجانيه ما نعرفش ما يقبلهاش العقل. فهمت؟ باهي معناتها انت حكيت معاه في الكهرباء صار تبادل العنف بتشنج، معناتها عنف لفظي. لا ثم عنف لفظي ولا ثم عنف جسدي يا ودي. شنو العنف لفظي؟ معناتها خلط على الكهرباء حكيت هكا حكينا في موضوع يعني تتم للشيء اللي سمعته الفوق. شنو سمعت؟ سمعت كلام زاد كيف انا سبان وبيا وعلينا وصفتنا ونعتنا وحلنا وبنا. وانت في الفستير؟ وانا في الفستير وثم شهود. زاد مش معقوله فهمت كيفاش؟ فانا سالت علاش يعني فهمت؟ وقلت لك التوتر عنده مده وتحذير عنده مده. تحذير عنده مده. هذا تحذير لشنو؟ تحذير المده. انا يلزمني نخرج من غاديك لعده اسباب. انا غادي قاعد هنا مانيش فاهم علاش هكا. شكون قاعد هنا فوزي تبالغ خاطر نعرف الاولاد معناتها يحبوك. انا مشكلتي مش مع الاولاد. اي مع شكون مشكلتك؟ هكا اللي ثم قلت لك انا جاي هنا باش جاي استاذ نوفل لحاجتين. مولا القناه نعرف ما يكرهكش، نعرف ما عندي مشكله يكون ما عنديش مشكله مستحيل يكون وراء الحكايه. سامحني انا ما عنديش مشكله مع مول القناه. اي فوالا. اما سامحني كي انا سالت موغدويك كايها الناس قلت لهم بالحق الخبر صحيح اللي انتم تم اقالتي وتم الاستغناء عني، ما غير لا شاوروني ولا كلموني ولا يحكيوا معي في الموضوع. لكم الحق في ذلك باش تهبطوا بلاغ وتخرجوني ولا تستغنوا عني. لكم الحق في ذلك وكل مؤسسه لها الحق في ذلك. لكن هكاك 3 سنين يعني هكاك يعني انا هكاك كاس هز من هنا حط من هنا، هل معقول هذه؟ وحاجه اخرى تقولي انت بعث القناه ما بيني وبينه حتى شيء. كي سالت انا المنتج قلت له يا سي الفاضل قلت له بجد الحكايه؟ قال لي بجد. قلت له شكون اللي ياخذ القرار؟ قال لي صاحب القناه. قلت له ما قام شاورني قال لي والله في هذه ايش تحب نقول لك؟ يعني كان نكذب ها وربي يشهد عليا وهاو يتفرجوا فيا. انا ما عنديش مشكل مع بعث القناه ولا الاداريين، الاداره ما عنديش مشكله معها، عندي مشكله مع المعد وانت هابط. هو معناتها بعث قناه بيان سور هو ياخذ قرار او شخصت، اما سامي معناتها يجي راهو فوزي اعتدى بالعنف على صحفيه واعترف وعندنا فيديو اكيد ياخذ القرار. معناتها لهنا زوز الحاجات اللي قالوا انه الشيء مثبت والاثبات نعرفه، يا اما في مكافحه انت اعترفت ولا فما فيديو. هم يقولوا فما فيديو ويقولوا انك اعترفت في المكافحه، انت قلت ما صارتش مكافحه جمله. يا نوفل انت هم عندهم يثبت انا عملت مكافحه؟ ما تمش ما يثبت وماهيش مكافحه، جلسه عمل وعرض نتعدى الموضوع وخلاص. وقال الراجل كيش يقولوا امي وامي تبوسنا بالافلام تاع كيف ظل ومشينا وحكينا في الخدمه من غدوه هم يسمعوا فيا. اي ما علاش عاودت شعلت؟ ما قلت لك عاد السبب اللي موضوعك جاء واحد من نقابه الصحفيين ولات الناس كنت ترعش وخافت. هيا
شكون كان مش في يده؟ فوزي. وهذاك اللي صار. خلاص. واليوم لو كان القناه مثلا بعد الكلام هذا نتاعك تهبط الفيديو، مرحبا بك، تفضل، انا مستعد لكل شيء. انا مستعد. اذا كان انا قمت باشياء بس غير لائقه واعتديت على البنيه، تفضل نتحمل مسؤوليتي. شنو فيها حاجه باش شنو باش يعطوني كابا فلايو؟ لا واش معقول؟ معناتها انت حكيت